وأكده آثار عن الصحابة، منها عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير في صلاة الجنازة. وما تعلق به الشيخ الألباني رحمه الله من أن السنة عدم الرفع بنى على حديثين ضعيفين شديدي الضعف، أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن ابن عباس، ومع ضعف الشديد هذا لا يقاومان حديث ابن عمر المرفوع الذي ثبت رفعه وما تابعه وأيده من الآثار. وأنا كنت متحير في هذا، ومرة صلى إلى جانب الشيخ الألباني خارج الحرم عند باب السلام على جنازة، فقلت الشيخ أنا لعلي كنت أقلدك في هذا، ولكن ترجح لي قبل دراستي هذه الأخبار، ترجح لي من كلام ابن القيم حديث ابن عمر، لأنه يقول إن الصحابي أحيانا ينقل السنة بقوله وأحيانا ينقل السنة بفعله، فأنا لا أستبعد أن ابن عمر نقل هذه السنة بفعله بهذا الموقف. فقال إن شاء الله ضحك، قال أنت وشأنك ما دام اقتنعت بهذا فأنت حر. وأظنه أشار إلى هذا الموقف مني في كتابه الجنازة، قال لبعض الأصدقاء كذا، لعل بعضهم يذكر هذا الكلام. بارك الله فيكم. ثم في العام الماضي أو قبل سنتين كنت بدراسة لا بأس بها، وترجح وما يمشي الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي اخترنا هذه المسألة، وهو يأخذ مذهب الشيخ الألباني، فأخذنا الكتب مصنف ابن شيبة والسند الدارقطني وكذا وكذا، وتوصلنا إلى ثبوت حديث عمر بن شبة ورجحانه بارك الله فيه، وأن ما ثبت عن عمر وغيره يقوي هذا الحديث المرفوع. نعم.